بال 2007 كنا نخدم جيش أنا وشاب اسمه أحمد الخطيب بإدارة حرب الإلكترون بالفوج الثاني. هذا صاير بعد مقبرة الشهداء. ففي جبل هونيك، وهذا الجبل نحن كنا نخدم عليه فوق، نطلع عليه حرس كل فترة وفترة. فهذيك الليلة سبحان الله طالعين حرس أنا وأحمد الخطيب، كنا طباخين اثنيناتنا، وسرقنا خروف من المأكل من المواد. فحس علينا ضابط الطعام فعاقبنا هو والعميد، جابونا كل واحد 16 يوم. بس ال 16 يوم كانت هي من نحرس الجبل أنا وأحمد الخطيب. فطلعنا أحمد الخطيب في دوشكة 23 محطوطة فوق. سبحان الله الساعة 2:30 وتهجم لك علينا طيارة إسرائيلية. فأحمد الخطيب قلب قوي يا شباب، ما عدى علي قلب مثل هيك. شفت طلع لكم ركض لفوق، مسك لك ال 23 وبلش يضرب. ضرب بلف مثل الصاروخ. المهم الطيارة راحت. نزلنا أنا وأحمد الخطيب، خلصنا نقطة الحرس ونزلنا. كانت نقطة الحرس الساعة 2:30، الساعة 4 خلصنا نقطة الحرس ونزلنا. في عندنا غرفة محرس نروح ننام فيها ونبدل الحرس. نحن عند تبديل الحرس اجى الحرس بدل، ونحن نزلنا على غرفة النوم نروح ننام بالغرفة لحتى نستلم النوبة الثانية. رحنا لجوا، يقول لك 3 ضباط و4 عناصر منهم من فوجنا ولا من الإدارة تبعتنا. مين رمى على الطيارة؟ فأحمد كان شاب قبضاي هيك، طلع علي سبحان الله في قلب شكه، في شيء حسه ما بعرف. قال لهم أنا. قال له أنت ومين كنت فوق؟ قال له كنا أنا وناجي. قال له جيبوهم. قال له كنت أنا اللي ضربت ب 23، أنا يلي ضربت ب 23. ناجي ما ضرب، ناجي ما كان فوق. قال له لك تعال هون. سحبوا لك إياه وسحبوا له وين؟ قدام غرفة المحرس. غرفة المحرس كانت هيك، غرفة من هون وغرفة من هون، كان غرفة العناصر وين غرفة الضباط. أحمد مشي هيك، ماشي بنص الطريق، أنا واقف ورا هنيك بعيد عن أحمد تقريبا شي مترين. يسحب لك الفرد الضابط، طب بنص راس أحمد هون. أحمد خذ الشهادة ذيك الليلة. نحن العناصر الموجودين إذا واحدنا حكى كلمة بدي يقطعوا لسانه. كانوا هجمت علينا طيارة إسرائيلية وصار هيك اللي صار، وراح بطل، سووه بطل وشهيد لأحمد. وهن نفس الوقت هن قتلوه لأحمد، لأنه ضرب الطيارة الإسرائيلية. هذول بده يحمونا نحن من الإسرائيل. هذا الجيش اللي نحن كنا نحامي فيه ونقعد بالجيش سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، مثل هذول تطوعوا قبل وبعدين. هذول ما حموا الجيش، هذول قتلوا الأهالي، حبسوا الأهالي، سجنوا الأهالي، ذلوا الأهالي. والله يا جماعة الخير، هذا اليوم ضحكة اللي كانت بوجه أحمد هو مش حتى على الأرض بعيوني. بس